سمك العظم، العظم قريب من حاجه حيه زي الجيب الانفي او غيره او لا، ونبدا نحدد اقطار الزراعات وانواع الزراعات. بس في فرايتيز كتيره جدا وفي انواع كتيره جدا، بس التقييم بتاع الدكتور هو اللي بيحدد احسن. مش مثلا انا هعمل لك الماني، انا هعمل لك امريكي، لا لا، تقييم الحاله هو اللي بيقيم او بيقدر ممكن يكون انهي زرعه وانهي ديزاين انسب لحالتك انت. تمام. طب ايه الاحسن او ايه اللي بيعيش؟ طبعا او اللفظ ضمان مدى الحياه، لا ده مش صح. اللي يعيش دي برضه دي ما اقدرش انا اضمنها لك، يعني معلش مع احترامي، لله المثل الاعلى طبعا. ربنا اللي خالق الكون، البني ادم بيموت، يعني هو خلق بني ادم، بني ادم ليه نهايه في الاخر. فمش مطلوب مني كبشر او من اي شركه تعمل حاجه تعيش معاك العمر كله، استحاله بكل الطرق. مش شرط في الاسنان، في اي حاجه تانية مفيش حاجه هتتعمل هتعيش معاك العمر كله. انما حاجه معموله وحاجه مستهلكه ممكن تعيش فتره طويله او فتره قصيره على حسب، لان هي بتعتمد على عوامل كتير انا ما اقدرش احكمها. فالضمان في الموضوع ده مش صحيح. ولفظ مثلا ضمان مدى الحياه، ممكن لو حد بيقول اللفظ ده يقصد بيه ان لو حصل مشكله ما في الحاجه دي هو يضمن انه يصلحها، دي حاجه تانية. انما انا كاعمل لك مثلا زراعه او اعمل لك مثلا شغل معين واقول لك ده مدى الحياه، ده مش منطقي. لان حتى العظم نفسه اللي ماسك الزراعات مع العمر بيتاكل. يعني المريض نفسه لما يكبر في السن، العظم اللي فيه الزرعه بيتاكل وبيقل، فطبيعي ممكن يحصل فيها مشاكل مع الوقت. فان حاجه ضمان مدى الحياه ده مش واقعي قوي، عشان نكون برضو فير، نكون عادلين مع الناس. فان انت تعمل حاجه تتعمل صح وتعيش معاك اطول فتره ممكنه لحد ما يحصل مشكله ما. لو حصل مشكله نقدر نعالجها ونشوف حلها، بس ده المنطقي ليها يعني. بس طيب، ايه اقل مده ممكن الزرع يعيشها بعد ما اعمل زرع مع توفر كل شهرين.